هي دي اليابان، لقبوها شعوب العالم بكوكب اليابان. وده بسبب تطورهم الكبير في أشياء كتيرة. سماها الصينيين بلد الشمس المشرقة. احنا النهاردة وصلنا على طوكيو. أكبر مدينة من حيث تعداد السكان، أكثر مدينة في عدد السكان في العالم، 38 مليون نسمة. واحدة من أهم مدن العالم، ومن أكتر مدن العالم بيحصل فيها زلازل، وده لأنها موجودة في منطقة نشطة بالزلازل، وهي منطقة الحزام الناري. Magnitude 9.0 earthquake on March 11, 2000. اليابان بيحصل فيها سنوياً 1600 زلزال، وده زي ما حصل في زلزال هانشي، وده اللي كان في يناير سنة 1995، وزي زلزال تشوا، وده في أكتوبر سنة 2004. وحالياً بتستخدم اليابان أحدث التقنيات مقاومة للزلازل في المباني، وده علشان يتفادوا حدوثها في أي وقت. كمان بتعتبر اليابان واحدة من أكتر دول العالم تقدماً في الاقتصاد، وتاني أكبر دولة حصلت على براءة اختراعات بعد الولايات المتحدة. عندهم علامات تجارية من الأشهر في العالم زي تويوتا وهوندا وكانون وسوني وكمان توشيبا. ده غير بورصة طوكيو اللي بتعتبر تاني أضخم بورصة بالقيمة السوقية. كمان عندهم أسرع القطارات في العالم اللي بتوصل سرعته بين 250 ل 300 كيلو متر في الساعة. The Japanese press is taking a seemingly bold attitude toward the United States today, following the announcement of the Three-Power Alliance. سنة 1868 حصل في اليابان إصلاحات كتيرة. In which electronics has played a major role raising economy, efficiency and product quality. وحولت الإصلاحات الاجتماعية والعسكرية اليابان لقوة عظمى، وحاولت بعدها اليابان في التوسع ودخلت في حرب مع الصين. Reports from Shanghai said that Tokyo had asked the government of Indochina to admit 50,000 more Japanese troops. وبعدها دخلت في حرب مع روسيا، الحرب الروسية اليابانية. وبعدها استولت اليابان على تايوان، ساخالين، جزر كوريل، وأخيراً كوريا سنة 1910. Great Britain goes down, the Axis powers will control the continents of Europe and Asia and Africa and Australasia. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. بعدها الولايات المتحدة أطلقت القنبلة الذرية الشهيرة على هيروشيما وناجاساكي. The city of Hiroshima lies prostrate after the withering blast which wiped out 53,000 of its population. Nagasaki, the great naval base which became the second target 3 days later. وده كان اليوم اللي أعلنت فيه اليابان استسلامها رسمي، ووقعت اليابان المعاهدة النهائية في 15 أغسطس 1945. Japan accepted unconditional surrender according to the provisions of the Potsdam Declaration. ومن الوقت ده اليابان اتغيرت تغيير كامل، وبقت اليابان بعد الحرب تحت الاحتلال الأمريكي حتى 1952. لكن في السبعينات والثمانينات بدأت اليابان تطلع من تاني، وبدأت النجمة بتاعتها تشرق، لأنها بدأت تتوسع في المجال الاقتصادي، من صناعة إلكترونيات لسيارات وألعاب ترفيهية والسومو.
last of 94 countries represented here this afternoon. وبدأ الفكر الياباني يتشبع بالعديد من أفكار الدول الأخرى، وبما فيها التقنيات والعادات وأنواع الثقافات، وبدأت اليابان تكون فريدة من نوعها. علشان كده تلاقي نمط الحياة في اليابان حالياً مزيج من الثقافات الآسيوية والغربية، لحد ما اتسمت بكوكب اليابان. ففيها أشياء من الأغرب والأجمل في العالم. اليابان فيها ثقافات وطقوس غريبة عن باقي العالم، بس احنا جينا النهاردة علشان نشوف واحدة من أقدم المصارعات في التاريخ، مصارعة السومو.